في كلمة ممكن انت تقولها تضيع صيامك كله وتخلي شهر رمضان كله يضيع عليك وانت مش حاسس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ في كلام يا صديقي احنا بنقوله كده وبنبقى مش عاملين له حساب، وممكن الكلام ده يضيع مننا شهر رمضان كله. في حديث خطير جدا قال لنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بيوضح لنا حاجات كتير. هنعرف مع بعض ايه هو الحديث ده وايه هي خطورته وازاي نقدر نتجنبها، وحاجات تانية كتير هنعرفها في الخمس دقايق الجايه يا صديقي. بس قبل ما نوصل لايك واشتراك طبعا قناتنا على تسيب ربط لي في وصف الفيديو، انك في تعليقات وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نفهم الموضوع، يلا بينا نفهم الموضوع على الرايق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يا صديقي في حديث خطير جدا جدا جدا. بيقول ايه بقى يا صديقي؟ اسمع معايا كده سيدك النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، بيقول ايه؟ يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انت جاي تقول انا طلاسم؟ بقول لك يا عم ولا طلاسم ولا حاجه، اسمع بس كده وافهم معايا. النبي بيقول: من لم يدع قول الزور، يعني اللي مش هيسيب قول الزور. قول الزور ده بقى مش قول الزور بس في المحكمة، لا، قول الزور في كل حاجة. الغيبة تقع تحت قول الزور، النميمة، الكذب، أي حاجة غلط بنعملها، حتى الأعمال. حتى بعض العلماء قالوا إن حتى الأعمال المعاصي اللي احنا بنعملها دي تقع تحت قول الزور. يبقى قول الزور ده حاجه خطيره جدا جدا. تخيل ان الكلام ده هيضيع لنا صيامنا. الكلام اللي احنا بنقوله بنبقى مش واخدين بالنا منه وبنقول ده تسليه صيام، وبدل ما نقوم نعمل حاجه لا نقعد نتكلم مع بعض كده، ده ممكن يضيع صيامنا. تخيل ان من لم يدع قول الزور والعمل به. والعمل به يعني اللي مش هيسيب قول الزور، واللي هيعمل بقول الزور ده. والجهل، شوف بقى الجهل ده وقع على اي معصيه. الجهل كمل بقى الحته الخطيره الجايه دي، خطيره جدا. فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. يعني كده ربنا ما بيحتاجش عبادتنا. لو ان انساكم وجنكم واولكم واخركم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد هذا في ملك الله. فاحنا كده كده مش ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج الى عبادة، احنا اللي محتاجين. احنا اللي محتاجين نتقرب لربنا، احنا اللي محتاجين فضل ربنا، احنا اللي محتاجين كرم ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين بركة ربنا. فاحنا اللي محتاجين. فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه. احنا ممكن نصوم 15 ساعة، يعني ال 15 ساعة اللي احنا بنصومهم دول ولا 14 ساعة ممكن يضيعوا عشان قلنا كلمة بس واحنا مش واخدين بالنا. اغتبنا حد، نمنا على حد، كدبنا على حد، قلنا حاجة غلط، شهدنا شهادة زور. كل الكلام ده ممكن يضيع عشان بس احنا قلنا حاجة من الحاجات دي. صيامنا كله يضيع، صيامنا كله يضيع عشان احنا قلنا حاجة من الحاجات دي. فاسمع بقى كده حديث سيدك النبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية بعد ما فهمنا الحديث، وتدبروا كده. واول ما النبي يقول لك حاجة قول سمعنا وطعنا على طول، ما فيهاش جدال دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. مش بطننا بس اللي بتصوم، ولا معدتنا بس اللي بتصوم، ولا بقنا بس اللي بيصوم، لا، لساننا هيصوم، عينينا هتصوم عن النظر للحاجة الحرام، ودنا تصوم عن السمع للحاجات الحرام، جوارحنا تصوم عن المعاصي، كل حاجة تصوم عن ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى. فلازم كده يبقى واخدين بالنا من الحاجات دي. الحاجة دي ممكن تكون في الظاهر حاجة صغيرة جدا، بس هي عند ربنا سبحانه وتعالى حاجة عظيمة جدا جدا. فلازم نخلي بالنا يا صديقي، وانشر الفيديو بين الناس ووصله لكل واحد كان فاكر ان هو بس عشان يصوم لازم يصوم عن الطعام والشراب بس. لا، هو برضو لازم يعرف ان احنا لازم نصوم عن كل ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى. اسال مولانا سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون قال فيتبعون احسنه. وبس كده يا صديقي، ان شاء الله اشتركت معنا على قناتنا على الواتساب، الرابط اللي في وصف الفيديو، وترك في التعليقات وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله على أن نكون شرحنا لكم صدور وصدقاتنا ووقاتكم فإنه هو الحي القيوم، وسبحانه يعلم أن في أحبكم فإنه علام الغيوب. كان من توفيق فمن الله، كان من خطأ فمني ومن الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.